تعالى لي يا مدير، هقولك على مبدئي في الحياة للإنجاز والتطوير المستمر. وهو اسمه كده فعلا، مبدأ التطوير المستمر، الكايزن الياباني. ده مبدأ بيقولك لو عاوز تتقن حاجة وتستمر عليها ما تزهقش في النص، ابدأ بخطوات صغيرة. فأنت مثلا محتاج تدخل في حياتك عادة القراءة. أكيد مش هتقول أنا هقرأ كتاب كل يوم، ولكن أنا كل يوم هقرأ صفحة واحدة بس. مفتاح نجاح المبدأ ده الاستمرار. يعني أنا كل يوم هقرأ صفحة واحدة. طب إزاي أطبقه مع التيم بتاعي؟ أنا عاوز أعمل لهم تاسك كبير. التاسك ده عشان يلتزموا بيه قسمه على مراحل صغيرة. التزموا بالمرحلة الصغيرة دي لمدة أسبوع، كل يوم بتتابعها ادخل على المرحلة اللي بعدها وتابعها لمدة أسبوع، وهكذا. هتلاقي نفسك بتنجز أكتر وبتستمر أطول، ما بتقعش في النص. من النهاردة اتعلم مبدأ الكايزن الياباني وقسم حاجتك لحاجات صغيرة واستمر عليها، هتلاقي تأثير كبير على الرغم انك بدأت بخطوة صغيرة.